بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد بلقائكم وبتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة ومتجددة من برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي يسعى إلى إصلاح ذات البين استنادا إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. والإصلاح بين الناس هو شعبة من شعب الإيمان وخلق من أخلاق الإسلام. نرحب بكم مجددا من خلال هذا العدد، ونحن معكم على المباشر وعلى مدار 1:10. تحية الفريق التقني أزفها لكم من هذا المباشر، ونشكر كل من يتواصل معنا ويتصل بنا ويلتقطنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية ويعرض القضايا أيضا عن طريق هذا المباشر. أول ما نستفتح به هذه السهرة هو الترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بوزري، الرجل المصلح في هذه السهرة التي نسعى فيها إلى إصلاح ذات البين. فضيلة الدكتور، مرحبا بك. مرحبا أختي نجاة. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، دائما والصلح خير. والصلح خير إلى يوم الدين إن شاء الله. إلى يوم الدين إن شاء الله دكتور. إذن من قناة القرآن الكريم الخامسة نستفتح هذا البرنامج بربما مقدمة حول إصلاح ذات البين وأهمية الصلح في مجتمعنا، وكم نحن بأمس الحاجة إلى الصلح وإصلاح أنفسنا ومشاكلنا ونزاعاتنا وخلافاتنا. فضيلة الدكتور، برنامج الصلح خير يؤكد على شدة ارتباط الصلح بالفرد والجماعة، ويحذر من سوء ذات البين، دائما يحذر من سوء ذات البين. والرجل المصلح هو أيضا يوحد الصف ويجمع الكلمة ويقطع النزاعات والخلافات من جذورها دكتور، ويحقق السعادة. انطباع فضيلة الدكتور سعيد بوزري في مقدمة في بداية هذه الحلقة. تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسمون لا سلمنوان ذي ذويل تنوان والصلح خير. نعم، إصلاح ذات البين شعبة من شعب الإيمان. نعم. أبدأ حديثي بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي يوجه الناس، الذي يوجه المسلمين إلى الانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله. نعم. ويوجه المسلمين إلى خدمة المجتمع، كما يوجههم إلى إصلاح ذات بينهم على جميع المستويات وفي جميع المجالات. قد يعتقد أحد الناس أن الإسلام يكمن أو يتمثل في مجال معين، مثلا في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، أو في أداء فريضة الحج. وقد يعتقد بعض الناس أن الإسلام يقتصر على مساعدة الفقراء وفقط، وبعضهم يعتقد أن الإسلام والإيمان يترجم في بناء المساجد وفقط. نعم. فتتجه طاقات الناس وتتجه أفكارهم وأعمالهم إلى مجال معين، ويتركون الفضاءات الأخرى فارغة بلا شهادة بلا إعمار. ونحن أمرنا بإعمار الحياة، وأمرنا بإقامة الدين، أن أقيموا الدين كما قال القرآن في جميع مجالات الحياة. ومما يحضرني الآن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ففي رواية الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. وفي رواية الإمام البخاري: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وفي رواية: والحياء شعبة من الإيمان. حينما نقرأ هذا الحديث نفهم الشعب الكثيرة. طبعا هذا العدد المذكور على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. المقصود أو المراد من هذا الحديث هو تعدد
شعب الإيمان لينصرف الناس إلى جميع الفضاءات المتاحة في هذه الحياة من أجل تحقيق إقامة الدين، من أجل إعمار هذه الحياة. وهناك شعبة مهمة جدا وهي إصلاح ذات البين. لماذا هي شعبة مهمة؟ لسبب بسيط: لا قيمة لجميع الشعب إذا تخلينا عن هذه الشعبة. نعم. الناس قد يؤسسون الشركات ويؤسسون ويقيمون العمران ويقيمون الحضارات ولكن إذا وقع النزاع وقع الدمار في النهاية. نعم. كل شيء يدمر. الآن نفتح قوسا في غاية الأهمية: حالة الدمار التي نشهدها اليوم في عالم اليوم. في العالم. نعم دكتور. نعم. يعني الإنسان وصل إلى مستوى من الحقد والبغضاء والكراهية أن يعلن حربا على أخيه الإنسان، على أخيه الإنسان، فيدمره. في الإنسانية. نعم. نعم، لشدة الحروب والنزاعات. الحروب والنزاعات. نعم. الكثيرة والفتن. نعم. كم من أرواح أزهقت، كم من نفوس قتلت. نعم. كم من عمران دمر. نعم. كم من سكنات خربت، كم وكم وكم، بل كم من حضارة أسقطت كم من مساجد أيضا حطمت، وكم من مساجد أيضا دمرت، ما حدث في القدس. يعني نعم. في فلسطين. نعم. في كثير من البلدان. نعم. ومما يزيد الطين بلة هذه الموازين الظالمة، الكيل بمكيالين. قتل شعب آمن يقول أحد الشعراء ويصف هذا الواقع الكئيب. نعم. هذا الواقع الحزين. يقول: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. إذن على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى الحي، وين يكون النزاع يؤدي إلى الدمار في النهاية. مستوى هذا الدمار وآثار هذا الدمار تختلف من حالة إلى أخرى، ومن موضع إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. إذن هنا نستدعي الإصلاح. فإذا انصرفت جهود الناس من الرجال والنساء إلى إصلاح ذات البين، مهما كانت طبيعة النزاع، الناس يعيشون في سلام وفي أمان، ويحتفظ بمكتسباتهم، وتحفظ إنجازاتهم، ويأمن الناس، وتنصرف جهود الناس إلى البناء والتعمير، لا إلى التخريب والتفجير. هنا يكمن يعني مقصد من مقاصد إصلاح ذات البين، وهو بحق هو شعبة كبيرة من شعب الإيمان. أما فيما يتعلق الدكتور برجالات الصلح أيضا في العالم الإسلامي، ربما يستطيع فضيلة الدكتور أن يشخص بعض الأمثلة في البرنامج قبل بداية العدد. نعم. في الحقيقة أغتنم هذه الفرصة من هذا المنبر المبارك، منبر والصلح خير من قناة القرآن. نعم. الكريمة الجزائرية، لأدعو جميع المصلحين والمصلحات في العالم الإسلامي، بل في العالم، فالعقلاء والحمد لله كثيرون، إلى أن يصرفوا جهودهم إلى هذا المجال الحيوي. قد ربما الكثير من أهل العلم والكثير من أهل الصلاح يعني يعتقدون أن العمل يكمن فقط في تأليف الكتب وفي البرامج الإذاعية والتلفزيونية واللقاءات الصحفية. نعم. والمحاضرات والندوات والمؤتمرات. هذا له قيمته، له وزنه، له أهميته، ولكن نريد أن نترجم هذا المخزون المعرفي، هذه الثقافة، إلى عمل ومساعي حميدة. نعم، ومساعي حميدة. نعم. تعالوا بنصلح بين الناس، تعالوا بنا نصلح بينهم. ودائما تذكريننا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأخت نجاة، في أكثر من مناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أتاه خبر أن أهل قباء يعني وقع بينهم النزاع، ما قال لهمش يعني أعطوا لهم موعظة هكذا عن بعد، لا،
تعالوا بنا نصلح بينهم، نصلح ذات بينهم. لذلك لابد أن نترجم هذه المعرفة وهذا الإيمان إلى عمل ملموس، إلى عمل ملموس. لأن الناس هلك إلا المخلصون، والمخلصون هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون على خطر عظيم. لأن الذي يشرف على العمل، الذي يبصر هذا العمل والذي يحكم على أعمالنا هو رب العزة جل جلاله. وقد صدق إذ قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك نرجو من رجال الصلح ومن نساء الصلح هذا الحضور في الميدان، الجانب العملي، الجانب الميداني، الجانب الملموس. كم من مظلوم ينتظر النصرة، كم من نزاع ينتظر حكمة الحكماء، كم من فتنة تنتظر من يطفئ هذه الفتنة، بل كما قلت في مقدمة الحلقة من يستأصل هذا النزاع وهذه الفتنة من الجذور. لا نعالج الأعراض وفقط ثم تعود الأمراض وتعود الفتن وتطفو على السطح باستمرار، ولكن نريد أن تنصرف الجهود إلى معالجة أصول الأزمات، إلى معالجة جذور الفتن ليعيش الناس في سلام. إن شاء الله دكتور نعيش في سلام. وهذه يعني استجابة لما سأل البعض عن الإصلاح. دائما يقول نحبذ أن تكون المقدمة البداية هو التذكير بأهمية الصلح والإصلاح في مجتمعنا، وكم من الناس هي بأمس الحاجة إلى الصلح والإصلاح حتى تستقر النفوس وتهدأ هذه النزاعات ونصل في نهاية المطاف إلى مجتمع مستقر متماسك متجانس. إذن لذة المصلحين في الهداية ولذة الضالين في الأذى. قبل ذلك فاصل ثم نعود إليكم في برنامج والصلح خير. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 021 37 42 87 021 37 45 64. إذن عدنا إليكم والعود أحمد في برنامج والصلح خير. وفي هذا المباشر بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد نظم حفل تكريمي من جمعية حراء، وهذا الحفل كان على شرف 3 عائلات: العائلة الثورية والعائلة العلمية والعائلة الرياضية. تابعوا معنا هذا الاحتفال ونعود إلى البرنامج للنقاش ولاستقبال مكالمتكم وقضاياكم. من يشكر الناس يشكر الله. وتحت شعار أصحاب الهمة العالية فرحة زير الغالية نظمت جمعية حراء حفلا تكريميا على شرف الأسرة الرياضية والأسرة الثورية والأسرة العلمية. مثل جماله ولا سمعت ذنون كذكر محمد ولا واطئة أرض مثل نعاله ولا وضعة صار كشبه محمد من يطيق التجلى لا إله إلا الله روح الحبيب. ارتأينا أن نجمع بين ال3 عائلات. العائلة الجزائرية طبعا كان الاختيار على عمي مصطفى فتال
لمجاهد كبير وكان محكوم عليه بالإعدام، وكان صديق عزيز للشهيد عبان رمضان. السعيد بويزلي عائلة علمية ورجل ملأ الساحة الإعلامية بعلمه، ونحن نسميه برجل الصلح. وكذلك العائلة الرياضية الغنية عن التعريف، عمي محمد عبروق، التي كانت عنده إنجازات كبيرة، تتويجات كبيرة. المناسبة أيضا رحلة مع أهم المحطات التي عرفها المجاهد مصطفى فتال، فكانت المعادلة الوطن والتضحية. سي مسعود، مرحبا بك. عرفنا في الحفل التكريمي بأنك وليد خت المجاهد مصطفى فتال اللي ما قدرش يحضر اليوم، بما أنك حضرت التكريم تاعو، هو راهو مريض، واش تقدر تعبر فيك مكانه بهذه المناسبة؟ أولا أنوبه في هذا الحفل، وأشكر جمعية حراء على الحفل الذي قامت به، وكذلك أشجعها على هذه الاحتفالات التي بمناسبتها كانت قدمت ذكريات لكل من شارك فيه من الرياضيين ومن العلماء ومن المجاهدين أو الأحياء. فالعائلة، عائلة فتال وعائلة مراحي، تتقدم بكل تحياتها لهذه الجمعية. العلم الجزائري رفرف أيضا بالبطولات الكروية. كرة القدم التي كان حارسها محمد عبروق الحارس البارع، والتكريم كان له أيضا. عرفوك الجزائريين بالحارس العنكبوت الأسود والفهد الأسود، وتعتبر أفضل حراس المرمى، وكنت بارع في التصدي لضربات الجزاء. أنا حارس بسيط، ولكن كانت عندي قدرات كبار. كما قلت أنت في هذا الميدان كنت نلبس كحل، الله يكتبوا لي العنكبوت، ولكن هي معنى كبيره، يعني في لي ديتونت ولا في لي سورتي، ولا هادو هما اللي الناس سماوني بهذا اللقب هذا. وحاليا سي عبروق مازالك رياضي، مازالك سبورتيف؟ تاعي راهي سبورتيف، ولا العمل ناقص شويه، بزاف ناقص. معليش ان شاء الله مازال ما الله يبارك فيك، الله يسلمك. العلماء ورثة الأنبياء، بأقلامهم وحبرهم وحفاظهم على دينهم ووطنهم، وللمصلحين شأن عظيم. هذا التكريم في الحقيقة هو تذكير بواجباتي والتزاماتي، وعبء آخر يضاف إلي. أسأل الله أن يكون هذا سببا في العمل أكثر وفي التضحية أكثر، خدمة للدين والوطن. والسلام عليك، لا إله إلا الله، يا رسول الله، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك، لا إله إلا الله، شفاعة رسول الله، لا إله إلا الله، والشفاعة رسول الله، والشفاعة حبيب الله، والشفاعة رسول الله، والشفاعة حبيب الله، رسول الله، والصلاة والسلام عليك. إذن هنيئا لهم بهذا التكريم وبرنامج والصلح خير مع كل العائلات، العائلة الرياضية والعلمية والثورية. فضيلة الدكتور سعيد بويزلي، في هذا التكريم ربما نشير إلى فكرة مهمة جدا، وهو
أن المجاهد كان يحرس الوطن كما قلت ببندقيته وبتضحيته وبدمه، والعالم يحرس الوطن بحبره وقلمه وكتابته ودعوته لدينه. وربما من يلعب كرة القدم كان يحرص أيضا على كل الأهداف أن لا تدخل إلى شباكه، محافظة على وطنه وحتى يرفرف العلم الجزائري بفضل بطولاته. فضيلة الدكتور في برنامج والصلح خير، ماذا يقول بعد مشاهدة هذا التكريم؟ هنيئا لك دكتور. الله يبارك فيك. ولقناة القرآن الكريم أيضا. الله يهنيك أختنا نجاة، بارك الله فيك. وبالمناسبة أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى جمعية حراء المباركة، هذه الجمعية الموقرة التي تحضر في مجالس كثيرة وتحضر في فضاءات عديدة، تخدم القرآن الكريم وتخدم أهل القرآن وتخدم حراس الوطن. في النهاية هذا الوطن يحتاج إلى من يحرسه. كان في يوم من الأيام كان محتلا من قبل الاستعمار أو الاستدمار الفرنسي الغاشم، ولكن انتفض الثوار والثائرات من الرجال والنساء من أجل تحرير هذا الوطن الغالي، هذا الوطن العزيز، وبذلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس. الشهداء رحمهم الله مكانتهم عالية جدا، يكفي أن الله عز وجل ذكرهم بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مكانة الشهيد مكانة عالية، مكانة سامقة. ويكفي أن نقول أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث تترى قيمة ومكانة الشهيد، فالشهيد بذل الغالي والنفيس، والمجاهدون الأحياء حفظهم الله أيضا برهنوا عن حبهم لهذا الوطن العزيز بحراسته، وكذلك كما يفعل أيضا أهل الرياضة أيضا يحرسونه. المهم كل وأهل العلم كذلك. المهم الجميع لابد أن يبذلوا ما يملكون من أجل حماية الوطن، من أجل المحافظة على أمانة الشهداء، من أجل حراسة الوطن. كما قلت بارك الله فيك في هذه المقدمة اللطيفة، هذا يبذل دمه وروحه، وهذا يبذل حبره وقلمه، وهذا يبذل عرق جبينه. المهم الجميع يبذلون البذل الذي يساوي هذا الوطن العزيز. ونقول كلمة في نهاية هذه المقدمة: لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه. لا نستحق الوطن أو لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري في هذه الحلقة التي عنوناها الوفاء للشهيد والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار رحمهم الله. إذن هناك رقم الهاتف الذي تتواصلون عن طريقه وهو 021 37 42 87 021 37 42 87. ستشاهدونه في أسفل الشاشة بين الحين والآخر. نأخذ على بركة الله أول اتصال في برنامج والصلح خير. الوفاء للشهيد من العاصمة، يتصل بنا السيد رزقي. الشيخ رزقي من العاصمة، سلام عليك أخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك شيخ رزقي من العاصمة في برنامج والصلح خير. حلقة اليوم هي الوفاء للشهيد. سيدنا الفاضل، ربما عندك اتصال، مداخلة أو عرض قضية، تفضل، نحن نستمع إليك، تفضل. السلام عليكم الأخ نجاة، الشيخ سعيد. السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، ماذا عساني أن أقول عن الشهيد؟ نعم. بما أن الله عز وجل مدح الشهيد في كثرة المواضيع. نعم. منها قول الله عز وجل، لو سبقني الشيخ للآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآية. نعم. الله عز وجل ينادي المؤمنين في 99 نداء
يسموهم العلماء نداء الرحمن لأهل الإيمان. نعم. 99 اختارينا بالله عز وجل للمؤمنين، منهم النداء الذي قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله عز وجل يكرمنا بهذا النفس، نعم. وكرمنا بهذا الروح، وكرمنا بهذا الوجود في هذه الحياة. سبحان الله رب العالمين كرمنا بهذه النعمة، ورب العالمين قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. الله أكبر. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الأخت نجاة، الشيخ الفاضل، شوف واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله، سبحان الله راهي وجدة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. وحديث آخر عن أنس رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة، ما كاش إنسان وناش العبد هذا يشم الجنة، لا أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي غد يغادر الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. الشهيد الأخت نجاة كيوصل عنده سبحانه وتعالى عندما يشوف هذاك الكرامة وهذيك الجنة ويشوف الملائكة يتمنى يولي الجنة كي يقتل 10 مرات. سبحان الله. سبحان الله. باش أي عودة أجل في سبيل الله. ولكن واش حبيت نقول أخت نجاة؟ تفضل. الشهداء توفوا رحمهم الله. ربي يرحمهم. المجاهدين قاموا بالواجب تاعهم. ضحوا بالمال تاعهم. ضحوا بالدنيا تاعهم. المجاهدين الشهداء كان تغرن في السن، كان صحان سن، كان تزمت سن، صحان في خامن سن. وحنا واش درنا لهذه البلاد؟ نعم. وحنا واش درنا في هذه الامانه؟ هذه الامانه اللي خلاو عندنا الشهداء. نعم. والله عز وجل يقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نعم. رب العالمين يامرنا من فوق 7 سماوات علا باش نؤدوا هذه الامانه لما على درها اكثر ملايين، ما نقولش مليون ونص شهيد، اكثر ملايين من الصبيان والنساء والشيوخ. وحنا واش درنا؟ واش درنا في الشغاله تاعنا؟ واش درنا مع الاهل تاعنا؟ كما كان يقول الشيخ: هنصبح على دين الامه، هذا درنا الامانه مع الجيران. وحنا واش درنا في الامانه تاعنا؟ ولكن الكلام يطول، كلام طويل على هذا الامر. ولكن الشهيد والله افتخار. ولينا الاخت نجاة سبحان الله العظيم. نعم. الشهيد ضحى على هذه البلاد ولا يجوز انسان بالسياره ويعلق علم تاع فروسه كان هذا الانسان ما عندوش شهيد في دارو. عيب علينا، عيب علينا ولينا نعرفوا ضربوا تاع فروسه في الطريق. نعم. على كل حال والله القلب ينجع. لو كان تكلموا ما نحبسوش، ولكن كلامه عندك الى حبيتي نزيد وهذا تسمى هذا كلام تاع القلب. دونك على كل حال تكلم تاع مهمة جدا المداخلة تاعك. على كل حال بالمناسبة هذا الرجل العظيم يرى بالبرنوس، هذا البرنوس هذا في الرمز أتذكر قبيلي. نعم. أزرار ويشفي حالة بلا غنتفل يشفوها، ولا الشيخ سعيد ويشفي حالة بلا برنوس. خاطر لا برنوس قالت الشيخ سعيد لا برنوس من الرحمة، لا برنوس من الخير، لا برنوس كتمان، لا برنوس من الشهيد، لا برنوس من الصلح. ويا ربي البريديس ويا يرحم ربي الشهداء. والكلام عندك اخ نجاة، لكش ما عندك سؤال نزيد ولا ما عندكش؟ ربي يهدينا وربي يدينا الصواب ان شاء الله. بارك الله فيك. ويحفظ المجاهدين تاعنا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بارك الله فيك الشيخ رزقي من العاصمه. كانت المداخله في غايه الاهميه، خاصه هذه الاسئله اللي خلاها الشيخ رزقي في الاخير ليقول: ماذا فعلنا لهذا الوطن اللي ضحوا من اجل الشهداء الابرار؟ فضيله الدكتور، استمعت الى الشيخ رزقي، ربما تريد التعقيب على ما قال، ثم نعود الى بعض الرسائل الإلكترونية. تفضل دكتور. بالنسبة للشيخ رزقي من العاصمة، تفضل. لك الفضل. الشيخ رزقي جزاه الله خير، وهو في الحقيقة من فرسان المنابر
ومن البلغاء الفصحاء كما نقول بالقبالية ذا حدث بوال، فجزاه الله خير. ومن الرجال الذين نعرفهم حق المعرفة ترجموا إيمانهم إلى عمل، يسجلون حضورهم في هذا المجتمع في إصلاح ذات البين وفي خدمة المجتمع. فأقول لك يا أخي الشيخ رزقي جزاك الله خير على هذه الكلمة الطيبات الصادرة من القلب، والكلام النابع من القلب يصل إلى القلوب. ولكن نقطة نقف عندها كي قال أن المجاهدين وأن الشهداء قدموا أغلى ما يملكون. طبعا الإنسان كي يقدم الروح نتاعو لا يملك إلا روحا واحدة. نعم. مكانة الشهيد عند الله سامقة، شأنهم عند الله عال، ولكن تركوا أمانة، هذه الأمانة اسمها الوطن. ذكرنا بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا بد أن نكون أمنا على هذه الأمانة. فإذا كان واحد قدم الروح نتاعو وهي أغلى ما يملكه الإنسان، فمطلوب منا فقط أن نبذل ما نستطيع من جهد، من عمل، من حراسة لهذا الوطن، من غيرة أيضا على المقدسات، من غيرة على رموز الوطن. فلا يجوز أن نستهين بها إطلاقا، وبذلك نحافظ على هذه الأمانة. والله يراقبنا من فوق السبع الطباق. أشكرك يا أخي الشيخ رزقي على هذا الكلام الطيب، وأكتفي بهذا فكلامه يغني عن كل تعليق. نعم دكتور، نأخذ مكالمة أخرى من ولاية تيزي وزو من السيد من السيد بالقاسم من ولاية تيزي وزو. مرحبا بك أخي الكريم والسلام عليكم. مرحبا بكم. السلام عليكم أختنا جاد. مرحبا بك سيد بالقاسم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ سعيد. مرحبا على السلامة. بارك الله فيكم والله ينوركم ربي يكثركم. امين. يعني دوري ما نعطيك راه تجي نجمك شيخ سعيد. كحاجة ربي يعطيك الصحة. تلاقي الموظف تلاقي الحاجة يعني الإنسان يقوم القرار. فين على الشاهدة سي بالقاسم أنا عماه. أبيت الشهداء تلاقي يعطوا بس نعفو ربي. تنزوروا الشهداء تلاقي يعطوا ربي. نعم اللهم آمين. أبني جربت من أعلى عالمين مع النبيين والصديقين واحد جربت. نعم. الله خطرت أن السائل قبلها فرق غروس الشهداء. نعم. لمن فغلب رب العالمين في سنين في الجنة بتاعنا. يمين أن قاتل أحسن الناس في هذا السجن الذي دعاك وتولى ربنا جوارون وتولى جوارون وهذا يرزق ربي يا رحمة يرزق ربي يرزق ناس. وكنت اشترى خاصة الشيخ سعيد حطينا كيف خدمنا كيف الواجب يعطيك الصحة سي بالقاسم. الواجب هو السجن مازال التمييز الجهاد خاطر لا الجهاد الجهاد بالسلاح لا بالفكر لا بالقلم أطاس الجهاد الجبال رسال مازال الجهاد بالتركيب أي لحوم. نعم. خاصة في حصة يجب الصلح والتطوير يعني ذاتية الجهاد في سبيل الله. أما الكتاب أما الأطفال جاءت من الكتاب المقاطع الذكر فيه يأخذ حان تزمر يقوان اليقوى ربي يرضيه إن شاء الله دي ربي يرضيه. بارك الله فيك سي بالقاسم. في المناطق أختنا جات الدنيا كان باش يعني تأثير يحدث من النار. ولا ما يفكر يجهد الدين المؤذن إن شاء الله هذا يغفر. امين ربي امين يوزني المؤمنين بالنظار اكثر امن كوني لكم الشهداء ربنا استغفر ربي على خاطر بكرت الجهاد كيف تمشي سعيد للوالد في الوراء الا النزاع الذي يسمي بين الذي يقع يمر في الطاس في جدان الى كان بلاد الوجاد يعني يا أنا يمكن كلنا مسؤولين. إلا كان يحول قبل ذلك. نعم كلنا مسؤولين. إن شاء الله نعم. ربي العمل الصالح أما كن بكرن وجد هذا كرن لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله يعني
ما بيهضر بنادم ويدمر راه يطول بيتكرا ماكين أوني يا ربي الكل امين اجمعين. اللي ربي يجزاه النوان شهداء خلصني يا ربي أذني جار ربي. بارك الله فيك. شكرا سيد بالقاسم. امين. بارك الله فيك. شكرا سيد بالقاسم. بيطردك يهني ربي. بارك الله فيك. بسلامة شيخ. شكرا سي بالقاسم على اتصالك من تيزي وزو والحديث عن الاحتفال بذكرى الشهيد في حلقة اليوم المعنونة الوفاء للشهيد. 021 37 42 87 021 37 42 87. من أراد عرض قضية أو الحديث أيضا عن هذه الذكرى بالمناسبة يتفضل، نحن في الاستماع. ومن أراد أن يعرض أي نزاع أو خلاف ففضيلة الدكتور السعيد بوزيري يتواجد معكم من أجل إصلاح ذات البين. قبل النظر في سيد بالقاسم من تيزي وزو، دكتور لنا بريد إلكتروني نبدأ من نتقاسم المكالمات والبريد الإلكتروني باش نعطيو الناس كامل حقهم في البرنامج. لويزا من فرنسا تقول دكتور أنها متأثرة جدا بالبرامج الذي قدمها الأستاذ، خاصة موضوع حلقة طهور الحلقة الأولى. كنت متزوجة تقول منذ 45 سنة مع إنسان لم يكن له مركز اجتماعي، ساعدته وعملت ليل نهارا كي تكون له مكانة، وأصبح أستاذا جامعيا ورزقنا ب4 أولاد والآن هم كلهم متزوجين. أصيبت هذه السيدة لويزا بمرض فانتقلت لوحدها إلى فرنسا من أجل العلاج لأن زوج تاعها يرفض مرافقتها. تقول هكذا: بقيت لسنوات هناك ولم يقدم لي يد العون الزوج تاعها، بل أكثر من ذلك طلب الطلاق عام 2014 وما حضرش لم تحضر هي دكتور نعم. أي جلسة من جلسات الصلح وتم الطلاق. طلاق تعسفي. سؤال تاعها تقول بناء على الحلقة الماضية لطهور الحلقة الأولى، تقول ماذا يقول الشرع في امرأة تشارف على 70 من عمرها في الشارع وزوج تاعها يملك سكنات عديدة وذنبها الوحيد أنها مرضت، فماذا أفعل وإلى من أتجه؟ فضيلة الدكتور سعيد بوزيري في برنامج صلح خير. إذن الأخت لويزا من فرنسا أبدأ بها في مشكلة للأسف بعد زواج دام 45 سنة، يعني قريب نصف قرن، يعني نصف قرن غير 5 سنين، قريب نصف قرن قريب. غير 5 سنين. نعم. هناك مكالمة نعم. دكتور سنعود إلى لويزا من فرنسا مع ذراع لأنه خط واحد. من معي؟ سفيان. سعيدة من العاصمة. ثم نعود مباشرة إلى سيدة لويزا من فرنسا. سعيدة من العاصمة، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك سعيدة في برنامج الصلح خير. مساء الخير كل ولادك مرة بينا. مساء الخير أسلامة. ساعات كرهت نسلت في مسكين كنت تحير بزاف. أنا عامش التمثلت الوالدة تمثلت كنا ساعة تمرية وراويس زبي توفى. نعم. جاتني خامناتي ترسي لوريت أنا ندير غربة إسات ولا الزويج نتاع أنت وخام. ترى عقشي شيء منزو ديما قارت أزياء محسوب يعني في تكليخ تخدم الوكالة. ايوا الوكالة في خامناتي، الوكالة باش كدير طوموبيل أعتقد يستمر يمس جميع الناس كانوا جماعات السمية باسكو لا الواد مثلا كان كاع السمية كل شيء طاوي في التيلين كل يورا شادي ترى انت تحير ترى كل شيء تجلبي يبويز كرات الكبار الوكالة تقرا السمية باللي غدا طوموبيل هذه في الحكومة يضرب من سين بانكا أنت يجري من تورغ البنكة من تورغ من الخامل. نعم. لابد تجي الشيخ. نعم. توري يقصد بحظ يعني صح. توري غادي السنية. أول السنية راه نتاع الخدمة كلها في البروبليم مثلا كيف ساعات 80 سنة. كلها كل نتاعها.
ترى كلا تحصي مسكين. نعم واضح دكتور؟ واضح. يعني بس يعني شو تمسكها في الفاتوره تحصل مسكين والله تحصل الفاتوره ديال السنيه عشان ورقتك ديالي يعني بلا تلف فينا خاص السنيه. هاد السلطه انا مش نخدم غير انا مش نصلح غير الجميع. القضيه تاعك واضحه سيده سعيده من العاصمه. يعطيكم الصحه. الله يسلمك. بارك الله فيك. تابعي البرنامج وراح تسمعي فضيله الدكتور سعيد بوزري بالنسبه لهذه القضيه اللي طرحتيها. دكتور لويزا من فرنسا نعم اللي عندها المشكل تاع المرض ومشكل قلنا إذا 45 سنة زواج. نعم. بعد مرضت وهذا المرض من عند الله. نعم. يعني ما كان حتى واحد يقدر يقول كان نبقى طول حياتي صحيح. نعم. طيب المفروض احنا ذكرنا في يوم من الأيام كي قال رب سبحانه في القرآن الكريم في سورة الروم في الآية 21 ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. طيب إذا كان الرحمة أساس متين تبنى عليه الأسر. نعم. هذه امرأة مريضة الآن هي الرحمة مطلوبة في الظروف العادية حتى كي تكون المرأة بصحتها وكذا والرجل بصحته الرحمة مليح تكون داخل الأسرة وداخل الدار وداخل ولكن وهي واجبة أكثر في حالة المرض. نعم. ولكنه ما كانش رحمة يعني للأسف وعندهم 4 أولاد ورحت لفرنسا وداو وحدها وخلاها في الضيق يقول لك ذي الطيق يدي تسفان ورفيق ذي الطيق يدي تسفان ورفيق. إذا كان زوجها ما لقاتوش سندا لها في هذا الظرف العصيب وهي تواجه المرض بمفردها وتواجه الغربة وفي فرنسا تعالج بمفردها يعني أمر وكبر السن ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن تقول هي تشرف على 70 سنة ولكن في الأخير أعطى لها هدية اللي هي الطلاق الذي صدر الحكم بالطلاق في عام 2014. هي تسأل الآن تقول عنده سكنات وخلاها. هذا إثم آخر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود في رواية أخرى هذه يمت ولاده اللي بنت معاه هذه الديار اللي أسست معاه هذه الأسرة وربت له هؤلاء الأولاد. يعني هذا ومصيرها يعني في نهاية عمرها وهي في حالة محزنة حالة المرض تصارع المرض من جهة وتصارع ظروف الحياة من جهة أخرى. خلاها هي تقول وذنبي الوحيد أنني مريضة. طبعا هذا ليس ذنبا المرض من عند الله خارج عن نطاقها هو المطلوب شرعا وعقلا وبجميع المقاييس أن يصبر على هذا المرض وأن يحسن خدمتها وأن يزرع في قلبها الأمل ويحن عليها وسبحان الله وينال بذلك أجر كبير عند الله عز وجل وينال الثواب الجزيل ولكن ضيع الفرصة. هي تقول فماذا أفعل وإلى إلى أين أتجه؟ نقول اتجهي إلى الله. كاين ربي وطبعا وكاين المؤمنين أيضا يوقفوا معك. هذا واش نقدر نقول لك الوقت لويزا المشكلة ليست على مستواك المشكلة على مستوى هذا الزوج. أنا أتمنى لو كان هو الذي سأل يقول أنا كنخلي الشيطان وضعت بي السبل ضيعت معالمي في الطريق نرشدوه وكل من يسأله أي شخص يرشده ويأخذ بيده ولكن للأسف الضحية هي التي تسأل. قلها كوني مع ربي ونفكرك دائما بقوله تعالى والله يحب المحسنين. كوني محسنة مع رب سبحانه ومع الناس وربي راه معاك. ابن عطاء الله السكندري يقول من وجد الله فماذا فقد ونوصيك بالصبر. ربي يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. ربي قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله كي قال ربي سبحانه باش نربط بين موضوع الوزا وبين الموضوع نتاع الشهيد في أواخر سورة العمران كي قال ربي سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوف صفة من صفات الله أعطاها المؤمنين. يعني أعطى صفة العزة كي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وصفة العلو قال
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح. هذا القرح سواء القروح اللي مست مجاهدين وشهدائنا ورجال ونساء صغار وكبار، أو في عالم الدنيا اليوم، يعني في الظروف اللي يعيشها الناس كما هذا الأخت لويزا في اللي راهي تعاني هذا المرض. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما يقولش واحد أنا نبقى صحيح طول حياتي، لا أبدا والله، ولا واحد يقدر يضمن حياته ويضمن صحته. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نعم. لا يا دكتور، غير كلامك شفاء، سبحان الله. إن شاء الله ربي يكون في عون السيدة لويزا في فرنسا، يعني هم الغربة وهم المرض، وربي يكون في عونها إن شاء الله. قبل أن نأخذ اتصال، نرى في البريد الإلكتروني بالنسبة لفاطمة البويرة اللي تقول: فضيلة الدكتور سعيد بوزيري، أنا متزوجة وحالتي الاجتماعية صعبة، فما حكم ما يلي؟ لا يزورني والدي إلا في العيدين، يتصدقون للغير ولا يهتمون بي. هي كارثة أخرى دكتور. الوالد تاعها حج عدة مرات، فهل الأولى له مساعدتي أم الحج دكتور؟ فاطمة من البويرة. أخت فاطمة، هذه أيضا قضية أخرى، أمر محزن. إجابة عن الجزء الأول من سؤالها، تقول لا يزورني والدي إلا في العيدين. يعني سبحان الله، من عيد العيد. نعم. ثوليث، نقول بالقبيل ثوليث، ثمطث. كي تتزوج المرأة تتمنى باش يزوروها يعني عائلتها، ليس كذلك؟ نعم. يعني نهار يجي برك بوجهه، يعني نقول قبيله هذه تشار ثبوث، هذه تشار ثبوث كي يجي برك يزور، حتى كي ما يجيب ولا شيء في يده، يعني لا هدية ولا شيء، هذا يملأ قلبها ويملأ حياتها. نعم. لأنها هي فرع لهذا الأصل. أما أن واحد يكتفي فقط بالعيدين، أنا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، الوالدين يتصدقوا على الغير ولا يهتمون بها، يرى في حالتها الاجتماعية صعبة. نعم. فيه المثل بقبال يقول لك: وين يبغى لو قام أذي زوير سقاث وخام. ما نقولوش هذا الكلام باش نمنعوا الناس بين ما يساعدوش الفقراء خارج الأسرة، لا. وماذا بك الإنسان يوقف على عائلته، بناته، خاصة البنات، طبعا الأبناء والإخوة والأخوات اللي محتاج لازم يلقى السند. وين يسند؟ وإذا كان الخير أنت ويعم الناس الباقي الغير فذلك أحسن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذه عبادة اجتماعية آثارها تتعدى إلى الغير. تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا نقتصر على العبادات الفردية التي تقتصر على النفع الذاتي، يعني واحد ينتفع بذاته. نعم. يصلي ويقوم ويدير روحه وخلاص، ولكن ينسى الغير. هناك مكالمة. نعم دكتور. نعم. هناك مكالمة، وسنعود إلى فاطمة من البويرة من ولاية بجاية. يتصل السيد مناد. السلام عليكم أخي الكريم مناد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك في برنامج الصحة. السلام عليكم الشيخ. الله يسلم بالمستمعين الكرام الذين يستمعون هذه الحصة ويشاهدونها الجميلة المنورة بالوجوه النيرة. الله يبارك. الله يبارك فيك. فين تخدموا، ما يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. يسلمك مناد. كيني ساعي نستقصير قبل تستقصير قبل أن أسأل سؤالي. نعم. بودي أن أترحم على الشهداء الأبرار بارك الله فيك الذين سقطوا في سبيل هذا الوطن. ربي يرحم الشهداء بكل رحمات الإله العزيز إن شاء الله. السؤال نوع الشيخ بغيت تفكاين نستقصير. غوري خالتي تزوج 30 سنة عشرة مع زوجها، ثم طلقها بعد أن تزوجت ابنتها ولديها أولاد، وابنتها التي في عمرها 30 سنة ثانية في الخارج، وابنها 26 سنة، ثم طلقها زوجها. فأريد أن أسأل السؤال التالي في نظر الشرع، يعني نعم. ما هي ديني الشرع
ذي العاب ذريبر في نطط وغال بلا خام ارجازي عاوز الزواج يغال يغيث شطوح نعم يغال ما عندها دار لي دوار ما عندها حتى حاجه ما عندها ميم با اون ستادير بورس اليمونتير تاع سؤال ويسين الشيخ في الاجتهاد في الدين في القضية تبث المجتمع الجزائري الاجتهاد في الدين نعم وهي الوراثة عند البنات معنى الشيخ ذي الدين النانكوني توليت ويثومون سدوس ثيمات اكسترا الشيخ معك تقصير اسكو ذي الدين النا ثورة ذي ثمورتنا بيسك دين الاسلام في الجزائر دين دولة هو الاسلام هل ترى الاجتهاد في الدين يسمح للعلماء والفقهاء باش كنيا دفن السير الذات باش يلقاو حلول لهذه الظاهرة الموجودة الآن أن يحرم الأخ أخته أو الأب ابنته فهي ظاهرة تعم في الجزائر بسوء الحظ نحن الشعب الجزائري ولا يحقر البنت ما يعطيهاش حقها ولا يعود إلى النص الشرعي نعم اكزاكتومون ولدي معلومه في تونس والله اعلم تفضل بها نعم في تونس انه في صدد النظر في اعاده النظر في هذا القانون نعم ان شاء الله في الجزائر لهذا لازم تقدم لنا الشيخ من فضلك نعم شكرا الشرح الشرعي والقانوني لهذه القضيه وبارك الله فيكم. بارك الله فيك مناد. وما نحضر بالسلام عليكم. ان شاء الله بارك الله فيك مناد. بالنسبه للمداخله الاولى والسؤالين اللي طرحتهم الان دكتور نسير الوقت نعاودوا نولوا لفاطمه من بويره. نعم. اللي كنت تجاوب فيها. نعم. النقطه الثانيه تاعها تقول يصدقوا على الغير وما نقول لهم يعني نعم. النبي ربي سبحانه قال وآتي ذا القربى حقه. نعم. هذا واش نقدر نقول جزء من وآتي ذا القربى حقه. نعم. هذه بنتكم عندها أولوية. عندها أمر من ربي سبحانه عز وجل يأمركم ويأمرنا جميعا باش نعطيو حقوق ذوي القربى. طيب أما النقطة الثالثة والأخيرة تقول أنه الوالد نتاعها يحج عدة مرات، من الأولى مساعدتها أم الحج؟ بعض الناس أختي نجاة تطير قلوبهم إلى بيت الله الحرام. تطير نستخدم المصطلح اللي يستخدموه الناس، يقول قلبي طاير. نعم. نقول قلبك اللي يطير البيت الله الحرام. علاش ما يطيرش لبنتك اللي راهي محتاجة؟ نعم. خليه يطير هنا وهنا معليش وذلك أحسن. هو الجمع أولى من الترجيح كما يقول علماء الحديث، بمعنى خلي قلبك يا سيدي روح تحج براحتك الله يعينك، ولكن ما تنساش بنتك اللي راهي تسلك. والأدلة الشرعية كثيرة جدا لتأمر الوالدين باش ما يفرطوش. إذا كان زوجها ما عندوش. نعم. هي متزوجة وزوجها ما عندوش، يعني ضاض قال ماهوش مادام مديت بنتك خلاص درت لها العرس السلام عليكم بقى على خير إلى 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 يوم القيامة. لا، هذا غلط. لذلك وقت فاطمة نقول لك صبري، وإن شاء الله والديك هذا نشوفي واحد من أقارب العائلة من رجال الصلح. نعم. من نساء الصلح يعني اللي ذكروهم هذا الدقس إن شاء الله. نعم. الدقسن وينتبهان ويعودان إلى جدة الصواب. وربي يشفيك وربي يحفظك وربي يغير حالك إلى أحسن حال. إلى أحسن حال وربي يهدينا إن شاء الله. نعم. دكتور سعيد بويزري في برنامج والصلح خير. نأخذ اتصال آخر من فرنسا. الحاجة عزيزة من فرنسا. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك الحاجة في برنامج الصلح خير. واش راكي؟ صافا. واش راكم انتم؟ الحمد لله. وانتم كيفاش حالكم في الغربة؟ صافا راه كيما بغا ربي. صافا يعني الحمد لله الحمد لله. تفضلي إذا كان عندك سؤال ولا انشغال ولا قضية. نعم. اسمع حبيت نهضر مع الشيخ. تفضلي. أنا عندي واحد اللي بروبلام. عن المشكل الأول. نعم. كان أنا يا بنت شاهد صاصو. أنا بنت شاهد. نعم. ولا لا يرحم الشهداء كاملين ولا ربي يرحمهم إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني حبيت نروح للحج بهذوك الدراهم تاع اللي يعطوني تاع ولاد الشهداء إلى جايز. حبيتي تروحي للحج نعم. نعم. هذا هو سؤالك. مازال.
مازال ايه. روحي نستناو فيك تاني. روحي يا الحاجة عزيزة. سؤال تاني. نعم. سؤال ثاني. ايه عندي يما ماتت عني، ما ماتت، وعندي خويا. وعندك الأخ. خويا غير حنا في زوج. كيما يما سوا راكي غير انت غير وخوك. حنا في زوج. ربي يطول في عمره. حبينا نقسموا. نعم. يعني نقسموا الطرع، نقسموا الدار. واش خلا الميراث. خويا زاد مات، دوك قعدوا ولادو. توفى الخوك قعدوا ولادو. نعم. قعدوا ولادو، دوك قعدت غير انايا اللي قعدت الاخرى، دوك ما نعرف كيفاش نقسموه. الميراث هذا نتاع الوالده الله يرحمها. نتاع الوالده. دوكا حبيتي تفهمي كيفاش القسمه الشرعيه بعد وفاه كيفاش القسمه الشرعيه؟ بس خويا مات، ما ماتت، ربي يرحمه ان شاء الله. ربي يطول في عمرك. الام نتاعك هي اللي ماتت الاولى وبعدين مات خوك. هي اللي ماتت الاولى، وبعد 3 سنين 4 سنين زاد هو هكذا. الله ربي يرحمهم ان شاء الله. هذا هو السؤال تاعك الحاجه؟ مازالك واحد. هذا هو ما انا حبيت. نعم. يعني كيفاش نقسموا، كيفاش نقسم انا وخويا خلى ولادو. نعم واضح. نشوف كيفاش نقسموا، واش ندي انايا واش يدي هو. نعم. بارك الله فيك. شكرا على الانشغال تاعك اللي يتعلق بالسؤالين لفضيلة الدكتور سعيد بوزري. دكتور نسير الوقت. شكرا السيدة الحاجة عزيزة من فرنسا. بارك الله فيك. يرحم والديكم. السلام عليكم. يرحم والديك. نعم دكتور. باش نولوا الاتصالات. إذا وصلنا، كنا مع فاطمة البويرة، وصلنا بالقسم تيزي بزو دكتور. نعم. ثم سعيدة من العاصمة، ثم مناد، ثم الحجة عزيزة. ربي يسر إن شاء الله. إن شاء الله. سيف القسم هذا يبارك ربي. القول تفكير زدي يشبح يملح الله يبارك، ترحم في الشهداء وإن شاء الله. ربي سبحانه يقول في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلسنا في ربي أسنا رزق ربي إن شاء الله الفردوس الأعلى. مثل في لا إله إلا محمد رسول الله. حتى فرنسا كي تعذب الرجال والنساء يقولوا لا إله إلا الله، يعني مصدر طاقة. نعم. ويحكيوا لنا كاع الحكايات هذه كي يديو واحد باش يعذبوه، الآخرين يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا هو الرسالة اللي يعطوها له باش يفكروه بالعقيدة. العقيدة اللي تخليه لا يخون يسبل روحه في سبيل الله مهما كان العذاب. وفرنسا كانت كما يقولوا تتفنن في صور التعذيب. ولكن هؤلاء بلا إله إلا الله كانوا صامدين صمود الجبال. فلسنا في ربي. وبعدين قال لك فكرة حلوة، قال لك الجهاد أنواع وأشكال. الجهاد بالبندقية في وقت فرنسا خرجت والحمد لله. الآن الجهاد الفكري، الجهاد العلمي، الجهاد الثقافي. يعني هذا هو بناء الوطن، وهذا لون أنواع الجهاد. أعطيك الصحة سيف القسم. بعثني ضياء عرضين، وكلمة عرضين نجاة عنده قيمة كبيرة. يعني عرضين هذاك الرجال الأوفياء، الرجال العاملون، الرجال الأوفياء الحاضرون الذين لا يغيبون، معنى راهم موجودون في كل وين كاين المهمة، وين كاين المحنة، وين يكونوا واقفين. هذيك تربية عرضين إن شاء الله. رجال ربي سيس المرة إن شاء الله. وقال الشاعر لطيف وبعدين قال كلنا مسؤولون. وهذه فكرة أيضا مهمة جدا. أكن من لا أنرفذ ثاعكم ولاش وسي قارن ذي الفلاني ذي الفلاني ذي الفلاني. أكن من لا نسى المسؤولية ونفيو شبيه صلى الله عليه وسلم إن يغيد ذي الحديث النبوي الشريف: إن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أخي بارك ربي سيف القاسم ويعطيك الصحة. سعيدة من العاصمة دكتور. نعم سعيدة من العاصمة. أنا نصيحتي نقول لك بكل صراحة، مادام الوالدة هذه رايحة حوالي 80 سنة، بناتها ما همش مزوجات وكذا، والابن الأكبر رايح يحوس على الوكالة. يحوس على الوكالة، يعني هذول يحوسوا على الوكالة باش يستثمرها، يعني على جال الفايدة نتاعو. هو ربي قال في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. الرجل أين تكمن؟ أنه يرعى البنات هذون ما يضيعهمش. الرجل وين أين تظهر؟ أنه يوقف يقول هذا يماه، يقول ما تخافيش، رانا هنا، راني هنا، أنا الابن الأكبر أتحمل المسؤولية ونرعاكم جميعا. ما هوش يحوس غير على المصلحة نتاعو، أعطيه الوكالة وباش مش عارف الديار والطوموبيل وكذا إلى آخره. نقول ما تمضيلوش،
ما تمضيلوش. نعم. لا نعم. ما تمضيلوش، ولا تمضيلو بعدين يزيد ينسى كلش. نقول لهم لازم يديروا وقفة يا سيدة سعيدة ربي يحفظك، يديروا جلسة، لازم يديروا جلسة باش يقسموا هذا الميراث القسمة الشرعية. القسمة الشرعية على الأقل كل واحد يأخذ حقه. إذا كان واحد ما قدرش يؤدي واجبه، ما قدرش يعني يرقي في مستوى واجباته ورجولته، خلاص نقولوا على الأقل وزع هذه الحقوق، وزع هذا الميراث توزيعا عادلا، وبعدين ربما يعني يستيقظ ضميرك في يوم من الأيام وتخدم هذا العجوز وتخدم هذا البنات إن شاء الله تكون في المستوى. أما هذا الإمضاء ما تمضيلوش، هذا واش نقدر نقول، لأنه هذا الإمضاء نتاع الوكالات كثير ما يأتي بمشاكل كثيرة جدا. كثيرة نعم. من بداية دكتور اللي ترحم على الشهداء، ثم ربما تكلم على القضية تاع خالته 30 سنة زواجا، ثم الأسئلة الأخرى. على بالك من الأمور الغريبة جدا. إذا كان المرأة عاملة عندها لابي نتاعها، حتى كطلقها زوجها هو عندها لابي، عندها راتب نتاعها الشهري. والمرأة اللي تخدم 20 25 30 سنة تخدم مع زوجها، هي تنظف، وكاين اللي يبني، وكاين اللي يديروا كل شيء، اللي الزيتون، وبعدين ما عندها ولا شيء، ما عندها حتى وثيقة. إذا كان شرت أشياء ما عندهاش وثيقة. وطبعا القانون كما في المادة مثلا المادة 73 من القانون نتاعنا، نتكلم عن القانون 84/11 يعني قانون الأسرة، يعني يتحدث عن النزاع في المتاع، متاع البيت. كاين الاشياء مملوكه للنساء عاده، وكاين اشياء يملكها الرجال عاده، وكاين المشتركات يقتسموها بين الزوج والزوجه وكذا، بين المطلق والمطلقه بعد اداء اليمين. فيه تفاصيل قانونيه لا تسع المقام الشرحيه. ونقول هذه المراه مسكينه ما عندها ولا وثيقه، مدت العرق نتاعها، مدت حياتها وعمر نتاعها، في الاخير كما قال سي مناد في نهاية المطاف تجد نفسها بلا مأوى. نعم. نقول أين الرجولة، أين الرحمة، أين المروءة؟ تخلي يمات ولادك يعني برا، ما عندهاش ولا منحة غذائية، ما عندها ولا شيء. دكتور قيمة الأولاد راحت يعني تاع قيمة الضنايا. كاين ناس يقول لك لو كان عندي دراري ولكن يرميهم ويرمي يماهم لا رحمة ولا شاف، كلهم ماشي أولاده. نعم. الله يرحم اللي قال خاف اللي ما يخافش ربي. نعم دكتور. هي كل شيء مربوط بخوف. اللي يخاف ربي واللي يستحي ما كاش مشكل. خوف الله. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وكاين ايات كثيره ربي سبحانه يقول اتقوا الله. وكما ذكرنا الشيخ رزق يعطيه الصحه كي كان يبين نداءات الله للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا يا المؤمنين اذا كان اوامر تطبق، اذا كان نواهي ينتهى عنها. اما اذا كان واحد ما يسمع ربي ما يسمع، يرجعوا يرموا اولادهم دكتور. ولات اون مود. لذلك اون مود. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كي قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحياء. وقال الحياء خير كله. وقال في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال أيضا الإيمان والحياء قرناء جميعا. فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. بارك الله فيك. ذهب الآخر بقى على خير خلاص. واش نقدر نقول كسيما دا خويا ادي هضو ربي ذا كان زمن غادي يغفر إن شاء الله. المهم لأن إن شاء الله 3 فاميلت راه تسير فذان راسيف كنفوذ راه تيعونان، وإن شاء الله ثني حرز ربي وكذا كوري قدشن فلاس. أما الساعة بوين أري حرزن ثمطو ثاقين ما إلا رجالي سيضيعيت بابا سبراوي سيضيعيت. إن شاء الله هذه إعارضيا وهذه عرضيين أرسير فذن أتيس فرحا. أما الساعة نسن بوكاذ أتيس فرحا. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. واحد كيفرح مسلم برك كيما تفرحوا هذه المرأة ربي يفرح بكم ويفرحكم إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الاجتهاد في الدين. اذكر الله الوراثة. يعني إن شاء الله لا دكتور عندك 6 دقائق يكفونا باش نشوفوا حاجة عزيزة. الاجتهاد في الدين. كان سؤال ثاني بالنسبة لمناد في بداية ولا غير. بارك الله فيك يا سي مناد اللي فكرت في خالتك وتأزمت للوضع تاعها. نعم دكتور الاجتهاد في الدين. يا سي مناد اخويا واش نقول لك، ظاهرة حرمان البنات من أو النساء عموما
من الميراث نعم. ظاهرة غير مقبولة في الشريعة الإسلامية. نعم. الشرع يرفضها تماما. وانت راك ذكرت سي مناد هذيك الأنصبة، وربي قال في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء، وربي ما نساهمش. وهذه الآيات هذه وين جاية في سورة النساء الآية السابعة وما بعدها. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا. بعدين ربي يوزع الأنصبة، كل واحد ياخذ حقه بالسلام. هادشي اللي حقيقة قنطيطي. إذا شرع ربي سبحانه وتعالى الحقوق للرجال والنساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآيات قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني كل شيء راه واضح في الشرع. ونزيد نقول لك أخويا العزيز حتى في القانون تاعنا قانون 84/11 اللي هو قانون الأسرة راه مأخوذ، معظم الأحكام راهي مأخوذة من الشريعة الإسلامية. أتدري يا أخي العزيز أين الخلل؟ الخلل في التطبيق. بمعنى أن ديلا وهور ويقادوا نطبق راه شرعي ثم ربي سبحانه ننفيستار يا سلامة أكد وين ديوسان ذي القانون نتمورس وقادا قاثين ديهضو ربي ذا كان يزمر غادي يغتور ثمطوث ما إلا فكا الحقيس فكا موريس السلفغيس الخير أربح فكا ثيون نجماس نغي وثماثنيس نغي ستماثياس ثياض الله يبارك. ولكن ما إلا سالقوة، ما إلا بالسيف، ما إلا باستخدام سيف الحياة وباستخدام الضغوط، هذا لا يجوز شرعا. نعم. الحجة عزيزة من فرنسا دكتور. حجة عزيزة نعم. بنت شهيد هي إن شاء الله ربي يرحم والدك وربي يرحم جميع الشهداء ويرحم جميع موتى المسلمين. وتقول نروح الحج بمنحة الشهداء. مبروك عليك. مبروك عليك. هذه منحة. نعم. منحة أعطاها القانون تاع البلاد لبنات الشهداء. نعم. هذا مال خالص لك حقك. روحي به للحج وكي توصلي ثم ادعي لباباك الشهيد وادعي لجميع الشهداء نتاع الوطن نتاع الأمة جميعا. نعم. أما يماك اللي ماتت وخلات كنتية وخوها وخلات خوك مع انت قلتي خوك مات بعدها ب4 سنوات توفى. نعم. هكذا قعدوا ولاده كيفاش نقسموا؟ شوفوا كاع هذيك التركه نديرها لك هكذا تتقسم على 3 هكذا 1 2 3. نعم. هذا الثلث لك. إذا كان ممكن المخرج يوري الصفحة الثلث باش تشاهد السيدة الحجة. نعم. والثلثان نعم الخوك الله يرحمه. نعم. ثلثان الخوك الله يرحمه. نعم. الثلث على خاطر ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. مادام يماك الميراث نتاعها اللي يتقسم هذيك المنحة نتاعك حرة نتاعك، يعني هذيك ما ينفسك فيها حتى واحد ذكرناها خلاص. أما الميراث نتاع الوالدة نتاعك يتقسم على 3. إذا كان مثلا كي تقيموا كاع الدار ودراهم وكذا لقيتوا مثلا 600 مليون أنت عندك الثلث معنى 200 مليون وخوك عنده 400 مليون ضعفك. نعم. وطيب الآن بعد وفاة خوك أنت الله يرحمه يتقسم الميراث كالآتي: إذا كان خلاه غير البنات دقيقة دكتور فهمها يعني أنت تكوني أيضا يكون عندك نصيب. أما إذا كان خلى الذكور والإناث لا يديو كل شيء وأنت يكفي هذاك الثلث اللي ديتيه من عند الوالدة نتاعك ربي يرحمها وربي يرحم الجميع. ماذا بقي؟ رسالة 1 minute 20 قال لي رسالة خلص. من رسائل البرنامج نقدموا رسالة. نعم. الرسالة هذه نقول لابد أن نحافظ على أمانة الشهداء. 1 ولازم نتصالح مع الوطن. احنا نتحدث عن الصلح فيما بيننا. عن النزاعات على العقارات والأشجار والدراهم وكذا. علاش ما نديروش الصلح أيضا مع الوطن أيضا لازم يكون بقلوب صادقة مع الله عز وجل. والأمر الآخر أننا نبني هذا الوطن. وأذكر إخواني وأخواتي بما قلت في أثناء اللقاء. نعم. لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه
الجو ثالث يرحم ربي الشهداء. بارك الله فيك دكتور. نشكرك على كل هذه المقاصد الشرعية للحلقة، وأيضا كل هذه التدخلات التي نستفيد منها دائما مع فضيلة الدكتور سعيد بوزيري في برنامج الصلح خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.